سيناريو مريب وعجيب الصراحة في مباراة الزمالك مع وادي دجلة، وده بعد ما كان الزمالك متقدم 1-0. قدرت وادي دجلة إن هي تعادل النتيجة وكمان تسجل هدف الفوز وتنتهي المباراة بهزيمة مستحقة الحقيقة لنادي الزمالك. الشوط الأول كان الزمالك مستحوذ على معظم مجريات المباراة، وشفنا الكرة الخطيرة اللي ضيعها ناصر ماهر، والكرة كانت تحت رجله تقريبا في الستة ياردة، ولكن بقى الفزلكة عايز ياخد الأول والتاني وضاعت الكرة. يعني احنا بنقول لو الهدف ده جه كان صعب الامور تماما على وادي دجله. وادي دجله بقى نزلت الشوط الثاني، الحقيقه ده شوط المدربين، وقدروا ان هم يعني يوقفوا خطوره كل لاعبي نادي الزمالك. حتى كمان لاعبي نادي الزمالك ما كانوش مركزين وكانوا خارج نطاق الخدمه، وقدرت وادي دجله ان هي تسجل هدف التعادل وكمان تسجل هدف الفوز. وكمان حاله الطرد العجيبه والتهور من الونش، الله يكون في عون جمهور نادي الزمالك. سيناريو ولا في الاحلام الحقيقه. الزمالك لو حقق الفوز على وادي دجله كان تصدر الدوري المصري، وكان بقى استغل تعثر النادي الاهلي في المباريات اللي فاتت، ولكن هو ده حال الزمالك.